هذا عبد الحق النوري، اللاعب اللي ضاعت فيه الكرة المغربية وسالت المسيرة ديالو بسبب غيبوبة دامت لمدة 3 سنوات. عبد الحق النوري الموهبة المغربية وابن مدرسة اياكس العظيمة، تدرج في جميع الفئات السنية ديالها حتى غادي يوصل للفريق الأول في سنة 2015، من بعد ما كان كلشي كيتنبأ ليه بمستقبل زاهر رفقة أندية أوروبا بسبب الموهبة الربانية ديالو. لكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن، وسفينة النوري كتاب لها تغرق في سنة 2017 في أحد المباريات التحضيرية لنادي آياكس ضد فريق فيردن بريم الألماني. النوري كان لاعب عادي بكامل الصحة ديالو وبكامل قواه العقلية، لكن في الدقيقة 72 وفي مشهد قاسي النوري كان غادي عادي حتى طاح في الأرض وهز راسو للسماء وبدا كينطق في الشهادة. مباشرة غادي يتم الحمل ديالو لأقرب مستشفى تما، وغادي يتم تشخيص الحالة ديالو بأنه مشكل بعدم انتظام دقات القلب، مما أدى إلى تلف دائم في دماغه، وأيضا دخوله في غيبوبة طويلة دامت لمدة 3 سنوات.